صحيت من النوم بالليل فجأة، لقيت بنت اخويا واقفة ولابسة الاندر وير بس، وجوزي المحترم واقف بيبص عليها وبيعمل. نزلت اشتري طلبات من السوق، وعلى غير العادة ما روحتش السوق البعيد، روحت السوق القريب. ليه بقى؟ علشان اكتشف البلوى اللي مستنياني في البيت. رجعت طبعا بسرعة، بما اني جنب البيت الاقي الحلوة بنت اخويا فاتحة اوضة النوم بتاعتي، وواقفة مطلعة قمصان النوم بتاعتي وعمالة تقيس فيها، وواقفة قدام التسريحة وعمالة تتزوق. طبعا انا اول لما دخلت عليها اتفاجئت، لانها مش متوقعة ان انا هاجي دلوقتي، لسه قدامي ساعة ولا ساعتين. فقلت لها يا نهار اسود، انت واقفة يا بت بتعملي ايه؟ وايه اللي انت لابساه ده؟ طبعا ارتبكت جدا ووشها جاب 100 لون. ايه يا عمته، هو انت ايه اللي جابك؟ هو انت مش روحتي السوق البعيد ومعرفش ايه؟ ايه اللي جابك بسرعة كده؟ قلت لها اللي جابني بسرعة علشان اشوف انت بتعملي ايه يا هانم من ورايا. ايه اللي انت متنيلة بتعمليه ده؟ قالت لي وايه يعني؟ انا قلت اجرب كده واشوف شكل جسمي في الحاجات الحلوة اللي انت بتلبسيها دي هيبقى عامل ازاي، وبصراحة كمان كنت عايزة اجرب المكياج. قلت لها هتجربي المكياج؟ لسه بقى بزعق فيها لقيت جوزي يعني ورايا على طول. قلت له الله، انت ايه اللي جايبك في غير ميعاد شغلك؟ جاي بدري كده ليه؟ قال لي عادي، استأذنت بدري وقلت اجي اريح ساعتين كده 3 قبل ما انزل تاني بالليل. قلت له اه، وما قلتليش يعني ان انت جاي بدري؟ قال لي عادي، ما جيت وخلاص، ايه المشكلة؟ فين مشكلتك يعني؟ راح لهيني في الكلام وراح باصص للبت كده. الله، ايه يا بت الحلاوة اللي انتي بقيتي فيها دي؟ ده انتي بقيتي مزة جامدة اخر حاجة. رحت بصاله كده، مزة جامدة اخر حاجة. طبعا انا من صدمتي في منظر البت، ومن صدمتي في جوزي اللي جاي مش في ميعاده وجاي بدري قبل وقته، قلت له اه صحيح، هو انت ازاي ما شفتنيش وانا طالعه وداخله الحمام؟ ده انا ما كملتش دقيقه ولسه واصله. هو انت جاي من بدري ولا ايه؟ قال لي لا 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 لا، انا لسه طالع دلوقتي حالا. قلت له لا 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 لا، لسه طالع دلوقتي حالا ازاي وانا مسابقاك ما كملتش دقيقه؟ كان لازم تشوفني على مدخل العمارة. ده انا يعني الشارع بتاعنا لازم هيشوفني، هيقابلني في وشه في الشارع. ازاي بقى ما شفتنيش؟ قال لي معرفش، ما خدتش بالي ولا ركزت ولا حاجة. طبعا في الوقت ده توقعت، واللي جه في دماغي ان هو اكيد كان موجود في الشقة من قبل اصلا ما انا اطلع. ما هو مش طبيعي ابدا انه ما يكونش شافني، لا شافني ولا ماشية في نفس الشارع، ولا شافني وانا على السلم في العمارة، ولا كل ده. فحسيت انه هو كان موجود، واول لما حس بيا وانا بفتح الباب اختفى في حتة في منطقة ما، ولما لقاني بقى داخلة على البيت اوضة النوم راح جاي ورايا. المهم قعدت اتخانقت معاه وقلت له خش على الاوضه لحد ما اشوف الهانم بتهبب ايه، ادخل. وفعلا راح داخل وسابقني على الاوضه وراح مشي قدامي، وانا فضلت واقفه معاها وعايزه اعرف بقى ايه اللي هي بتهببه او ايه اللي هي بتعمله ده، وازاي تلبس قمصان نومي، وازاي تقعد تحط ميك اب وانا مش موجوده، وتقعد تعمل العمايل دي كلها. ف قلت له اتفضل خش على الاوضه لحد ما اشوف الهانم هتعمل ايه. المهم بعد ما دخل سبقني على الاوضه، انا قلت للبت ايه اللي انت بتنيليه في عيشتك في نص الليل ده؟ وبعدين في واحده محترمه تقف ترقص بالمنظر ده؟ البسي هدومك بسرعه واحترمي نفسك وبقفلي على نفسك باب الاوضه. قالت لي يا عمته اصل ايه يعني وايه المشكله؟
ما كل البنات صحابي بيقفوا قدام المراية وبيتزوقوا وبيقلعوا وبيلبسوا، ده بيعملوا تيك توك كمان. قلت لها ما هو ده كمان اللي ناقص، ان احنا نقف قدام المرايات ونعمل القذارة والسفالة دي. لمي نفسك والبسي حاجة يا بنتي، ما يصحش يا بنتي. دي انت دلوقتي بقى جسمك كبير، تقعد مثلا من غير ملابسها الداخلية. طب يا حبيبتي انت دلوقتي ملامح الانوثه دلوقتي عندك كامله متكامله، انت مش زي وانت طفله. يا بنتي لازم تلبسي الحاجات اللي انا بجيبها لك الواسع وهكذا. ودي مفيش فايده فيها خالص. ومن الناحيه التانيه جوزي بقى عمال طول الوقت بيبص عليها وبيتفرج عليها. انا مش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي. يعني النار جنب البنزين ومش عارفة اتخلى عنها. طب وجوزي والبت ممكن هي حتى يعني بتفكيرها وعندها معايا وعدم ادراكها للموقف اللي احنا فيه ومش حاطة في دماغها خالص، ولا هي فعلا حاطة في دماغها لا قدر الله ممكن يحصل ما بينها وما بين جوزي حاجة. وانا مش طول الوقت موجودة في البيت، اوقات كتيرة هو بيبقى موجود في البيت وهي موجودة في البيت وهم لوحدهم. وممكن في وقت من الاوقات تتصرف تصرف من التصرفات اللي هي بتتصرفها دي ويحصل ما بينهم لا قدر الله اي حاجة. فانا دلوقتي مش عارفة اتصرف ازاي. ودي المشكلة اللي وصلت لنا من صاحبتها اللي هي بتربي بنت اخوها بعد ما والدتها توفت وبعد ما ابوها اتحبس، اللي هو اخو صاحبة المشكلة. والبنت دي بتربيها بقالها اكتر من 5 سنين، وواضح طبعا ان هي ملهاش اي حد غير حضرتك. وجدتها كبيرة في السن ومش هينفع تربي بنت في سن المراهقة دي. انتي تعملي ايه؟ انتي للأسف واقعة بين نارين. نار ان انت عايزة تحافظي على بيتك وعلى جوزك وعلى البنت في نفس الوقت، ونار ان انت خايفة ان هو يحصل ما بينهم حاجة والبنت تضيع وتخسري جوزك وتبقى ليلة بيضة. طبعا انت عندك كل الحق في الشكوك اللي انت بتشكيها. ما هو يعني مش برضو ان هو يبقى طبيعي ان هو يقف يتفرج عليها من ورا الباب. هو طبعا عمال ينبهك ويقولك ايه، لا ده انا كنت لسه ببص عليها، لا انت ما خدتيش بالك، ده انا كنت لسه بكلمها. فهي البنت بدأت تلفت انتباهه. وهو طبعا للأسف يعني انت عندك حق ان هو لا قدر الله ممكن تحصل حاجة غصب عنهم. يعني مش هنقول غصب عنهم، المفروض ان هو يتعامل معاها كبنته، وان هو اللي لازم يقعد ينبهها، وان هو اللي لازم يقعد ينصحها. وانت دلوقتي يا حبيبتي كبرتي، ما ينفعش تلبسي كذا، ما ينفعش تعملي كذا. حتى لو هو داخليا معتبرها بنته، ما هو مش هنقول يعني الشيطان شاطر، بس بتحصل للأسف. فانت لازم تبقى عينك في وسط راسك. حتة بقى ان انت مش عارفة تتخلي عنها او توديها فين او تجيبيها منين، انت للأسف ملكيش حل. انا مش هينفع اقولك وديها ملجأ ولا وديها في حتة زي كده، طبعا مش هينفع لان ليها اهل. ولا وديها اي مكان تاني تتربى فيه من الاماكن اللي هي بتدفع لها شهرية والحاجات دي. مش هينفع اقولك كل الكلام ده. ومحدش هيخلي باله على بنت اخوكي غيرك. دي مهما كان لحمك ودمك. لحد يعني اصبري بس لحد ما تشوفي باباها يخرج امتى بالسلامة وياخدها هو بقى يكمل تربيتها. بس انتي للأسف ما عندكيش حل تاني غير ان هي تبقى موجودة معاكي في البيت. هتقدري تربيها او تجيبي والدتك تعيش معاكي في البيت وتبقى هي عينيها على البنت وتاخد بالها منها وانت عينك على جوزك، يبقى كده كويس قوي. بحيث ان انت ووالدتك يبقى انتوا الاتنين، يبقى حد فيكم موجود في البيت تحسبا لأي حاجة وانت مش موجودة.
لان والدتك طبعا ست كبيرة هتفضل مقيمة في البيت ما بتتحركش. فانا شايفة ان هو ده الحل الاسلم، ان والدتك تيجي تعيش معاكي وتبقى عينيها على البنت، وانتي بقى عينك حطيها على جوزك. طبعا هو هيبقى ارهاق جدا، فهتبقي انت عايشه في توتر وشك طول الوقت وغيره وبتاع. بس هتبدأي تقومي بقى البنت نفسها وتصلحي من حالها وتصاحبيها، لان السن ده مش عايز العند بالعند، السن ده بيبقى عندي جدا. فهي عندت وانت عندتي قدامها، مش هتخلصي. فلازم تسايسيها وتسايسي امورك، لازم تسايسيها وتعرفيها دينها، وتعرفيها ان القرآن بيقول كذا وما يصحش ان احنا نلبس كذا، وما يصحش ان انت يا حبيبتي عايزه تحطي ميك اب تعالي لي وانا احطلك، بس نحط هنا في البيت، ما ينفعش نحط الكلام ده بره البيت. انت حلوه وزي القمر وكل حاجه بالمكياج، بس انت برضو حلوه من غير مكياج. انتي خلاص دلوقتي كبرتي، وبقى ما يصحش ان انتي تلبسي اللبس ده سواء في البيت او بره البيت. وبعدين جوز عمته دلوقتي يعتبر راجل غريب عنك، مش زي باباكي، لانك انتي كبرتي. ابدأي قوميها وفهميها بالقرآن، وواحدة واحدة معاها هتفهم وهتستوعب ان شاء الله. هي لسه عايشة دور الطفولة، مش مستوعبة ان هي خلاص بقت انسة ومزمزيل وبتاع. فواحدة واحدة، علشان ده يا حبيبتي سن خطر. فلو ما صاحبتهاش وخدتيها بالراحة الموضوع هيتقلب جامد جدا. ومن الناحية التانية طبعا لازم تبقى عينك في وسط راسك قدام جوزك، ولازم تبقي يعني ايه تشخلعيه وتدلعيه، علشان ما يبصش حتى لبنت اخوكي، لا علشان عموما يعني تبنتي ماليه عينيه، عشان ما يبصش لحد بره او يضطر ان هو يعمل حاجه غلط. فانا مش عارفه يعني اجيبها لك ازاي، بس انا قصدي ان هو يبقى مستكفي بيكي، اللي هو مستحيل اصلا يبص العيله بتدور عياله او عيله صغيره زي دي. فانا رايي ان والدتك اسلم حل ان هي تيجي تبقى موجوده معاكي، علشان تقدروا تسيطروا على الموقف انتوا الاتنين. خلصت حلقتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. اللي عنده اي مشكله حابب يبعتها لنا يسيب رقم تليفونه ويتم التواصل معاه، واللي حابب نبعتها بالنيابه عنه ابعت لي فويس رساله مكتوبه. اشوفكم على خير، باي باي.